الحرب ما معناته انه انت خلاص ما حتشتغل، دي ما معناته انه اسكيب ولا عذر لك. ما دام انت مقتدر قادر تتحرك وعندك فرصة جديدة انك للحياة وليوم تاني، انت المفروض تشتغل، ما تمسك في الماضي. شوف قدامك في شنو. دي حاجة مهمة شديد. انت اذا بس قعدت ماسك انه زمانك حصل لي كده، انت في حياتك ما حتقدر تتخطى. حتكون حياتك عبارة عن الذكرى اللي حصلت لك في 2020 وانت في 2030 الليلة. عندك 10 سنة كان ممكن تتغير، كان ممكن تتحرك. ما في زول بيحترم ظروفك شديد، لانه في كل زول عنده ظروف. يعني انا ممكن اجي اقول لك انا عندي قريبي توفى وعندي بتاع وعيني ماركه وصل بطالع ومتدين من كم زول، تيجي تقول يا الله يا اخي والله يا صاحبي الله يبارك فيك. الله الناس بيحبوا قصة انه انت عندك ظروف وتعديتها كيف. انت عندك ظروف ضاعف مجهودك، لانه انت بتعرف تتعامل مع مشاكل اكثر، بتعرف حليت مشاكل، حصل لك مشاكل في حياتك قدرت تتعامل معها وقادر تتخطاها وقادر تحلها. الناس بتحترم التنفيذ، تحترم انه الحاجه دي تشوفها على ارض الواقع. كونك انت عندك حاصل لك ظروف دي بتخلي لك انت كقصتك الشخصيه، بتخلي قصتك الشخصيه دي ذاته امتع. بعدين كده انت تيجي تقول انه الحاجه دي انا ما المفروض اكون فيها، وصلتها. ربنا ما بديك بلا فيك انت ده كده ده الا انت قادر عليه. هسه دي دار تمتحن شهاده، تكون واقعي مع نفسك. انا عايز اجيب كم؟ كان قدرت تجاوب السؤال ده انت وقتها حتعرف تقرا قدر شنو. يا اخي انت دار تجيب 70 اقرا الزول حيجيب 70 اقرا يوم يومين ما تقرا. لكن انت قاعد تقول انا دار يجيب 99، انت لازم تكون حفار ولا انت ما حتجيبها. ليه بتغش في نفسك؟ ما تغش نفسك، خليك واقع مع نفسك. انت دار تكون ال1% في الدنيا، اشتغل شغل ال1% في الدنيا. لكن لما انت تيجي تعيش وتقوقع نفسك في انه انت تكون الضحيه للظروف اللي حصلت لك، لا، انا الظروف حصلت لي في حياتي لانه دي دنيا. الدنيا دي مفروض تحصل فيها حاجات سمحه وفي حاجات كعبه. في ناس فعليا قاعده تتعب، في ناس فعليا ما عندها ظروف وقاعده تتعب. انت حتنافس معاهم كيف؟ صح. الرسالة دي عجبتني شديد، وأتوقع حتى ناس مهمة بالنسبة لي، حتى حاجة مهمة عشان أنا في حياتي زي أي زول عانيت كتير شديد، والناس عارفيني بأنه أنا واحد مع إنه عانيت كتير لسه طلعت وعملت الحاجة اللي داير أعملها، لسه ثابرت وحاولت أوصل فكرة فيها إبداع وفيها حماس وقدرت أوصلها.